يبقى تيجي تشوفي الطماطم المخلله القمر دي الخطيره اللي تفتح النفس لوحدها، تتاكل لوحدها والله. ايه الجمال ده بقى، ايه القمر ده، شوفوا شكل الطماطم، عايزه عزومه كده وتتحط بالشكل الخطير ده، وهيبقى معاكي احلى طماطم مخلله تنفع جنب كل الاكلات، مش هتقول لا جنب اي حاجه خالص. تحفه يا جماعه، شويه طماطم قمر. طبق الطماطم ده خيالي، مش هتستغنوا عنه خالص جنب اي اكله، شكل حلو وطعم حلو وريحه احلى حاجه. اما هعمل لكم النهارده شويه طماطم مخللين يفتحوا نفسكم كده، يستاهل بقكم. حاجه كده سهله وبسيطه وحلوه جدا وتفتح النفس جنب اي حاجه. عندك شويه باميه، عندك شويه ملوخيه، عندك شويه بطاطس محمرين، اي اكله هتليق عليها شويه الطماطم المخللين دول. حاجه كده قمر زيكم بالظبط. يلا نبدا كده عشان ما اطولش عليكم. عندي كام قرن فلفل حراقين، كام فص توم، نص جزرايه، وعندي طماطمايه. هتحطي طماطم على الطماطم، اسمعوا الكلام وهتعجبكم جدا. هننزل بالكلام ده كده في الكبه. يا سلام بقى جنب شويه طعميه ولا شويه فول، تحفه. وهنزل عليهم ب3 معالق من هريسه الشطه، انا بعملها في البيت والوصفه موجوده عندكم على الصفحه بطريقتها بالظبط. في اواني الفلفل الاحمر دوت بقى بتبقى بعملها، بتبقى خطيره، برطمانات كده واحطها في الفريزر وما بستغناش عنها طول السنه. وشويه من عصير الليمون، حوالي ليمونتين كبار او 3 ليمونات متوسطين. وهنزل عليهم بشويه بقدونس، واخده الورق بتاعهم بس حوالي كده نص ربطه. نملح بقى الكلام ده، شويه ملح معلقه صغيره كده، تظبطي الملح بتاعك عشان ما تحتاجيش تحطي عليها شويه من الفلفل الاسود، مش كتير، نص معلقه بس. وعليها معلقه صغيره مليانه من الكمون، لان الوصفات دي بتبقى روحها في الكمون. وشويه من البابريكا، ودي اختياري بس هي تديها تست حلو قوي. شويه خل بقى، واوعوا تنسوه، اوعوا تنسوا شويه الخل دول. حوالي ربع كوبايه كده، يعني 3 4 معالق كبار. يلا نضرب بقى الكلام الجامد ده كده مع بعضه، وشوفوا التتبيله ريحتها توصل لكم دلوقتي. عايزاكي تتفرجي بس، اتفرجي وبدوقي بقى عندي لما تنوريني ان شاء الله. حاجه كده خطيره. اما شويه تتبيله يا جماعه، يلوي على ريحتهم وجمالهم القمر ده. لازم تعملوها، ممكن تحطوها في برطمان وتحتفظوا بيها في التلاجة، هتقعد معاكم كده شهر حلو، شهرين بالكتير، وتستخدموها بقى في تتبيلة بتنجان، في تتبيلة سمك، في تتبيلة حاجات كتير جدا. هتدخل معاكم التتبيلة القمر دي، مش في الطماطم بس على فكرة، هتبقى معاكم حلوة ولا أروع، ريحتها بجد خطيرة. دلوقتي نتبل بيها الطماطم، مقطعاها ومجهزاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفتحاها بس من جوه كده اهي. وهنبدأ نحشي بقى ما بين الفراغات دي كده التتبيلة الخطيرة دي، شوية طماطم جنب شوية ملوخية كده يا جميل. بصوا، هتحشي كده ما بين الفراغات اهو. بصوا كده، هوريها لكم دلوقتي بقى اول واحدة، وبعد كده انا هكمل الباقي لوحدي. انا راضية ذمتكم، ايه الجمال ده، ايه القمر ده. شوفوا الحشوة كده داخلة جوه الطماطم، تنفع على السفرة كده، تبقى جميلة جميلة جدا اهي، قمر. هخلص كده بقيه الطماطم كلها وارجع لكم اوريكم شكل الطبق الخرافي ده عامل ازاي. المطبخ ياسمينه، يبقى تيجي تشوفي الطماطم المخلله القمر دي الخطيره اللي تفتح النفس لوحدها، تتاكل لوحدها والله. ترغيف عيش سخن وتعالي كلي القمر ده. بصي ايه الجمال ده بقى، ايه القمر ده، شوفوا شكل الطماطم، عايزه عزومه كده وتتحط بالشكل الخطير ده، وهيبقى معاكي احلى طماطم مخلله تنفع جنب كل الاكلات، مش هتقول لا جنب اي حاجه خالص. تحفه يا جماعه، شويه طماطم قمر. لو عجبكم الفيديو ده دوسوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا. باي باي.